كل شيء ما تسوي لجنه الامن والدفاع النيابيه. لجنه الامن والدفاع النيابيه صار لها 13 سنه تشتغل، والحال مستمر. لجنه الامن والدفاع النيابيه على الشعب العراقي ان يفهم ما هي مسؤوليه لجنه الامن والدفاع النيابي. مسؤوليتنا تشريع قوانين، ومسؤوليتنا مراقبه الفساد، واذا كشفنا فساد نقدم الفساد الى الحكومه والى القضاء، ونقدم الفساد والضعف الى الحكومه والى القضاء ما تصير في اجراءات. فانتهت القصه. ما تريد تسوي شيء، شو تريد تسوي؟ يعني مو مسؤوليتكم اذا تكتشفون بان اكو فشل بالخطط الامنيه ان تستدعون قياده عمليات بغداد؟ استدعينا وناقشنا وحاسب، وبالنتيجه شنو؟ يطلع من يمنا ورا فتره يصير فريق، يجينا لواء ورا فتره نلقاه فريق، شنو يعني؟ الى هذا اليوم انت شفت لك ضابط تحاسب؟ اكثر بلد صار بي يعني دفع رتب بشكل مذهل، رتب عسكريه صارت بشكل مذهل، ماكو بلد بالعالم قد العراق برتبه فريق وفريق اول. زين هاي ما اباوع، زين هذول ليش هالقد صاروا فريق اول؟ ليش هذا صار فريق اول؟ يعني قدموا انجازات مثلا وجاي نكرمهم؟ ما مقدمين انجازات. لا الضابط المقصر يحاسب بل يكرم وياخذ رتب وياخذ مواقع وياخذ امتيازات. بالنتيجه اكو اداره خاطئه. احيانا نشك ليش هاي الاداره موجوده بهذا الشكل. من نقدم اطروحات ونجيب تجارب ونقدمها لهم ما يسمعون له. لجنه الامن والدفاع شو تسوي؟ نيجي نقول هذا مقصر اكثر من لجنه، قلنا هذا مقصر زين وحنا ملفه للقضاء وحنا ملفه للحكومه. شنو صار؟ ما صار اجراء. تيجي مثلا تيجي تروح على مجلس النواب تجمع تصويت عليه تقيله مثلا، تجي تدخل التوافقات السياسيه. بما انه لجنه الامن والدفاع رقابيه ايضا، اكو مشاريع اخرى ايضا متعلقه بالامن وما كملت هاي المشاريع وما شفنا نتائجها، مثل مشروع الكاميرات اللي المفترض ان تكون بكل مناطق بغداد، مثل مشروع صقر بغداد، حتى الهويه الموحده، البطاقه الموحده قلنا لهم مؤخرها فساد. فساد. البطاقه الموحده صار لها كم سنه مشروعها، ما مشوها لانه كثيرين ما دخلوا على منطقه الكوميشنات، ما حصلوا هاي نسب وتعطلت. الكاميرات هم اكو تزاحم عليها على المصالح وعلى الفساد، فساد حقيقي. وهذا الفساد غير قادره القيادات الامنيه لوحدها ان تدير ملف بغداد امنيا. يعني انا اقول لك ماكو اراده صادقه، ماكو قيادات امنيه وطنيه صادقه، قليل جدا. يعني 80% من القيادات الامنيه بالعراق والسياسيه اخذها الفساد. لا يخافون الله في الشعب العراقي، ولا يخافون الله في الاطفال واليتامى ولا اي شيء. 80% من سياسيين العراق، 80% من القيادات الامنيه هم اخذهم الفساد والمصالح الضيقه، والباقين صار يشعر بالياس. يعني من يجي يشوف مديريته بهذا الشكل والمدير الفاسد البقاء عليه، وتقدم ملف الفاسد ويكرم ورا فتره انت تناقش هذا يا بتقول لهم هذا فاسد، ورا فتره تجي قال صاير برتبه فريق. الخير والوطني احبط، ما جاي لك المجال. اداره الامن بالدوله العراقيه اداره فاشله، ولا يوجد خطه امن. والله انا قلت هذا في اللجنه السابقه وفي هذه الدوره، ولن يقدموا امن للدوله العراقية بهذا المستوى بهذا النفس. ولجنه الامن والدفاع النيابيه كل المقترحات اللي قدمتها لم تاخذ بها الحكومه. عاجزه عن فعل اي شيء. اي عاجزه، هذه حقيقه. المشكله بها لو بالاخر. اسجل زملائي المشكله بها لو بالاخر. لا مو مشكله بها، المشكله بكل العمليه السياسيه واداره الحكومه. لانه اي ملف تاخذه تريد مجلس النواب يدخل على خطه فساد العمليه السياسيه والمساومات. انتم هاي كتلتكم لا تصوت على هذا الموضوع، حتى احنا كتلتنا ما تصوت لكم على هذا الموضوع.